لو قلت لك ان السكر بيشتغل على مخك زي المخدرات هتصدق؟ طب بلاش. عارف ان انت لو بتاكل سكر كل يوم ممكن تكون بتضر نفسك اكتر من اللي بيشرب سجاير؟ السكر بيشتغل على نفس مراكز الادمان في المخ زي المخدرات والنيكوتين، بس الفرق ان السجاير مكتوب عليها ان هي مضر، انما احنا بناكل سكر كل يوم محطوط لنا في كل حاجه في الاكل، من اول الزبادي، كاتشب، العيش، وحتى في الدواء. اكل السكريات كل يوم بتزود احتمالات امراض كتير في الجسم زي امراض السمنه، مرض السكري، امراض القلب، امراض الضغط، وامراض كتير تانية. ده غير ان هو السبب الاساسي في ضعف المناعه في الجسم، فبالتالي هو متدخل بسبب غير مباشر في اي مرض يجي لك. اللي بيشرب سجاير عارف ان هو بيضر نفسه، انما اللي بياكل سكر وبياكله كل يوم فاكر ان هو تمام ومش عارف ان هو بيضر نفسه ولا حاجه. كلنا عارفين اضرار السجاير، بس قليل قوي مننا اللي عارف ايه هي اضرار السكر، لدرجه ان احنا بنديه لاولادنا، بنجيبوا هدايا للناس من غير ما نبقى حاسين ان احنا بنعمل حاجه وحشه، بل على العكس احنا شايفين ان دي حاجه حلوه جدا. اللي انا بقوله ده مش دعوه للخوف خالص، بل على العكس دي دعوه للوعي. محتاجين نعرف اكتر ايه اللي احنا بناكله وايه اللي بندخله جسمنا، زي السكر اللي احنا بناكله كل يوم فاكرين ان هو حاجه حلوه، حاجه بتبسطنا، حاجه بنديها للعيال الصغيره عشان يبقوا مبسوطين، بس مش واخدين بالنا قد ايه احنا بنضر نفسنا وبنضر غيرنا. لو عايز تعرف اكتر عن اضرار السكر واكله تابعني في الحلقات الجايه.